ضحكوا عليكي وقالوا لك ان شعرك هيتدمر ويبوظ لو رحتي عملتيه كرياتين وبروتين وفردتيه. ايه ده نهاد؟ بتقول لنا الكرياتين والبروتين مش بيبوظوا الشعر؟ مش في ساعتها، هياخد وقت. تعالى احكي لك ايه اللي هيحصل. اول حاجه انت هتروحي تعملي كرياتين او بروتين عشان تفردي شعرك كيرلي، عشان انت زهقتي منه، عايزاه ناعم كده ومفرود وبيطير في الهواء. هتدوري على حد كويس جدا هيقولك بنستخدم منتجات ما فيهاش اي فورمالدهايد، هتفردي شعرك وهتلاقي شعرك بقى حلو جدا، بيلمع وجميل وبقى ناعم وسهل جدا التعامل معاه. هتجيلك فتره بتغسلي شعرك في 5 دقايق وتنزلي، ودي هتكون فتره سهله جدا في حياتك. شهر 2 3 شعرك هيبدا يطول، هتلاقي الكيرلي بدا يبان فيه من الجذور والباقي مفروض، فهتروحي تعملي تاتش اب على الجذور بس. شهر 2 3 هتلاقي باقي شعرك بدا يكون باهت وبدا يكون التكشر بتاعته مش حلوه، فهتضطري تروحي تعملي تريتمنت تاني، بس المره دي مش هتعملي فرد كامل، انت هتعملي تريتمنت، علاج هيفرد لك الشعر شويه بس يحسن التكشر بتاعته. وبرده هيقولوا لك اللي هو تريتمنت وما فيهوش اي فورمالدهايد. هو ما قالولكيش ان ايوه الانجريدينتس ما فيهاش اي فورمالدهايد، لكن فيها كيميكالز ثانيه اول ما تتسخن بالهير ستريتنر بتتحول لفورمالدهايد. بس مش مشكله، انت شايفه ان شعرك بيتحسن والتكشر بتاعته بقت احسن، فكده انت حسيتي ان التريتمنت كويس. والناس كانوا غلطانين لما قعدوا يقولوا لك ان شعرك هيتقصف ويتقطع ويقع. انت ما لاحظتيش اي تغيير في كميه الشعر اللي بتقع وانت بتغسلي شعرك. لاحظتي ان نفس الكميه اللي بتقع من الشعر وانت بتغسلي شعرك وهو كيرلي هي نفسها اللي بتقع دلوقتي في شعرك وهو مفروض. بس نسيتي تحسبي انك شعرك الكيرلي ما كنتيش بتقدري تسرحيه غير مره واحده كل 5 6 7 ايام، لكن دلوقتي انت بتسرحي شعرك المفروض كل يوم، فكل يوم الشعر بيقع. فالمفروض يوم الغسيل بتاع الشعر المفروض الشعر اللي يقع منه ما يكونش بكميه الشعر اللي ما بتقع من الشعر الكيرلي. كمان الشعر الكيرلي ملولو على بعض، فلو طول الاسبوع الشعر بيقع من الجذور الشعره ما بتقعش خالص وتسيب الشعر، فانت يوم الواش داي لما تيجي تسرحي شعرك الشعر اللي وقع طول الاسبوع اخيرا بينزل من الشعر اليوم ده. اما الشعر المفروض فانت بتسرحيه كل يوم، ففي شعر بيقع كل يوم. لحد دلوقتي عملتي كام تريتمنت مع كام روت تاتشر، ويوم من الايام وانت بتبصي في المرايه لاحظتي ان في فراغات في شعرك. انت مش عارفه ازاي ما خدتيش بالك من الموضوع ده قبل كده، بس دلوقتي انت مش شايفه غير الفراغات اللي في شعرك، فهتقولي انت هتريحي شعرك من الكيميكالز والتريتمنت فتره وتحاولي تعتني بيه وعشان يقلل من التساقط ويطلع الشعر اللي وقع. شهر 2 3 هتلاقي شعرك بقى شبه القش وواقف كده، وهتلاقي الشعر من فوق بدأ يطول تاني. تحسي ان بقى فيه بيبي هير كتير قوي في الشعر، وبسبب الفراغات اللي بقت في شعرك فانت مش عايزه تخاطري انك توقعي شعرك تاني، فهتسيبيه زي ما هو. هتلاقي بقى شعرك جزء منه كيرلي والجزء التاني منه مفرود. اما الشعر اللي مفرود من تحت كل يوم بيكون باهت ومقصف اكتر عن اليوم اللي قبل. ان الشعر الكيرلي اللي فوق شعر تقيل وكتير، اما الشعر المفرود اللي تحت بقى حبه صغيرين جدا. مع انك متضايقه من شكل شعرك دلوقتي انه نصه كيرلي ونصه مفرود، بس على الاقل ما بقاش عندك فراغات في راسك، فقررتي ترجعي للكيرلي تاني.